السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيبين؟ موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا. خش بالموضوع دغري. مرة لما سافرت زوجت أخي كان معي مبلغ وأقدر أزوج فيه أخي وأضبط أموري، بس لا، ما عجبني هذا الشيء. لازم أتفاخر وأعمل عرس حنان طنان على ما يقولوا عندنا. وعملت العرس هذا ما كفى المبلغ، فلازم إني أتدين وأتسلف. والناس وين ما رحت مستحيل يقولوا لي لا، لأنهم عارفوني إني أنا مقيم ولم يقولوا سعودي. وبدأ الشغل يا حبيبي، ويلا هات ويلا هات هات هات. من العرس هذا كلف العرس هذا مبلغ كبير، سلفت مبلغ طبعا على راسك، ما منه مهرب. ابن عمي كان موش عارف الموضوع مرة، ولاش عارف إني بسوي عرس الأخي ولا شيء. بعد ما سويت العرس هذا وكان نقصني مبلغ بسيط، فرجعت إليه وكلمته: أنا محتاج مساعدتك، محتاج وقفتك معي، محتاج. بعد إيش؟ بعد ما عملت اللي عملته بعدين ترجع عليه بن عمك موش داري إن معك عرس ولا ما عندكش عرس. فالرجال بن عمي هذا تقبل الموضوع بكل حب واحترام وتقدير، يعني ما قالش ما جيتوش من عندي من أول، ولا عرفتوني إنكم بتعرسوا، ولا عزمتوني ولا شيء. لا لا، خلاص. قال لي: طيب معك أصحاب عن تليفون؟ قلت له: أيوة. قال لي: خلاص، تواصل بأصحابك واللي يقدروا يدبروا وأنا أدبر اللي أقدر عليه، ونخارجك من هذه الورطة اللي وقعت. فعملت هذا الشيء وتخارجنا ويلا. بعد العرس جلست كذا جلسة أنا وهو، جلس عني سؤال مرة محيرني. قال لي: يا أحمد. قلت له: نعم. قال لي: ليش عملت هذا كله؟ ليش عملت هذا كله وأنت ما عندكش الإمكانية لحتى تسوي هذا الشيء؟ جيت سألت نفسي، قلت له: والله عملت عرس على أساس إني أتفاخر وأتفاهى، فالموضوع غلط في غلط. قال لي: لو كان جيت وكلمتني قبل ما تسوي هذه كلها ما خسرت هذه الخسارة كلها. كنت سوي حفلة صغيرة ونعزم أصحاب أخوك صلى الله وبارك. فالموضوع لو سويت هذا الشيء لكان زوجت أخي وبقي مبلغ معي وأينت خير به. طبعا أنا سويت إجازة تقريبا 3 شهور، ما جلست بها إلا شهر أو شهر ونص، بسبب الشل الذي سويته، الجنون الهبالة الذي عشت أتفاخر بين الناس إن أنا سويت وسويت وسويت. هذا غلط. هل الناس بيساعدوك؟ اسأل نفسك. هل اللي شجعك على القتل يساعدك بالدية؟ لا. ولكن دحين سألت نفسي سؤال: أحمد، أنت لما تيجي تسوي شيء أو تقبل على شيء أو تبغى تشتري شيء، تسأل نفسك قبل هذا الشيء: هل أنت محتاج هذا الشيء؟
هل أنت محتاج الناس بيشوفوك إنك معك ومعك ومعك؟ طبعا الجواب لا. والله طبعا في أشياء بنسويها لا لها معنى ولا شيء، زي ما يقولوا على قد فراشك مد رجولك، ولكن أنا لا، راسي يابس، أشتي أفعال وأطلع وأنزل مشان الناس يسمعوا ويتكلموا عني، ولكن الناس إيش بيقولوا عنك؟ يا إما كيف ما كنت تعمل عرس حالي ولا شوعة ولا تعزم ولا تذبح ولا، فأنت بعيونهم ولا شيء. بيتكلموا عليك كيف ما كان وكيف ما كنت. لو أنت كريم وأكرمت يوم من الأيام قصرت، قالوا والله هذا الكريم صار لئيم. شي من هذا الموضوع، شيل اللي بصالحك، سيب اللي دي موش بصالحك خالص أبدا أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قصتي، وأنا بتكلم بعض الأحيان بكلام والله من صميم القلب قسما بالله، لا يتفاخر ولا يتجاء ولا كيف ما كان. أنا حتى لو ما عنديش مشاهدين، في من يشاهدني 100 شخص، هذا حب كبير له، والله أحبكم والله قسم بالله قلب. ونهاية المقطع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سير نرقد، السلام. وأي شخص مقبل على زواجه ولا مقبل على شيء فلا تسمع كلام الناس ولا يغرك غرور الناس، حب الناس. يقول لك العمر مرة والزواج يعني الفرحة مرة، الفرحة مرة بالعمر، الفرحة مرة بالعمر، الفرحة مرة بالعمر. هم مش دارين كيف أنت، يعني كيف وضعك، كيف علومك. والله جالسين كده يشجعوني، الفرحة مرة، اعمل عروس، حنون طنان، اطلع انزل ولا يهمك، صديقك جنبك، لا صديقك ولا رفيقك يوقف جنبك، ما يوقف جنبك إلا أرحم الراحمين. إذا أنت مقصر يقولوا والله فلان ما منوش، هذا تعبان، ارموه للزبالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.